يا فرحة ما تمت خدها الغراب وطار، ويقول لك قال ايه؟ بلدية المحلة اقوى من الترجي. بلدية المحلة اقوى من الترجي وانت مش عارف تكسب مودرن فيوتشر؟ ايه يا عم في ايه؟ الزمالك يتعادل 1-1 ودي طبيعة الزمالك، يعني هي دي الطبيعة بتاعته، يجي مكسب يخسر على طول او يتعادل. وانا كنت متوقع ان الزمالك الماتش ده لا هيتعادل لا هيخسر، لان الزمالك هي دي طبيعته. مش فاهم ايه يعني انت جاي كسبان كونفدراليه واحتفالات، لازم تنكد على اللعيبه، لازم تنكد ليه على الجمهور يا جدع؟ يا جدعان يعني كملوا فرحتكم للاخر مره، نفسي مره تكسبوا كده وتكملوا مكسب ورا مكسب ورا مكسب ونلاقي الزمالك قادم. في ايه؟ غطس ضربوا غطس اتعادلوا 1-1. وعايز اقول لك على حاجه، مودرن فيوتشر ليها ضربه جزاء بتاعت باسم علي. ضربه جزاء، لو انت خدت بالك اللعيب قطع رجل باسم علي وهو داخل بيقطم بالكوره، فضربه جزاء. لكن عادي بقى، احنا في مصر الاحتواء. بس في النهايه 1-1. الزمالك في المركز ال 13 اللي واخد الكونفدراليه، عندنا في المركز ال 13. اداء ولا اسوأ، مباراه سجال بين الاثنين. طلعت يوسف عرف يدير المباراه صح وقفل في الاخر خالص، تعادل وراح قافل الماتش، الملعب خلاص بالسلامه. لعيبه الزمالك مش عارف ناصر منسي وسامسون ايكينولا دول نزلوا عملوا ايه مش فاهم. انا مش عارف سامسون ايكينولا ده قد كده وانت بتلعب عرضيات، ما شفتش ليه سيف الجزيري، مش فاهم. ناصر ماهر فين ناصر ماهر بتاع الاساطير؟ مفيش. احمد حمدي مؤثر جدا جدا في نادي الزمالك، وجوده شيء فارق. مصطفى شلبي مش ايجابي، يعني مش عمر جابر النهارده، يعني عمر جابر اللي الجماهير الزمالك اولهم مش معترفين بيه، النهارده كان متالق بامانه. النهارده يمين وشمال مقطع الدنيا. فين باقي اللعيبه؟ عمر جابر ومحمد شحاته والباقي كله بالسلامه بامانه. يعني عمر جابر ومحمد شحاته، لكن يا جوميز ورق وجوابات وتلغرافات. طب فين الكلام ده؟ الكلام ده مش نوشي على ارض الواقع. كابتن يا عمرو درديري، الترجي اقوى من البلديه ولا البلديه اللي اقوى من الترجي؟ طب مودرن فيوتشر بقى اقوى من الترجي ولا الترجي اقوى؟ تصريحات بقى بتلعب مع الجمهور والكلام ده، كل ده كلام فاضي. الزمالك لازم يفوق، لان لو ما فاقش مش هيشارك لا في دوري ابطال افريقيا السنه الجايه ولا الكونفدراليه، وهينكد على الجماهير بتاعته ليله ما يعلم بقى الا ربنا. والله العظيم الجماهير الزمالك دي ربنا يكون في عونها بامانه. انا لو بشجع الزمالك ده هتنقط والله بجد. يعني ما اعرف، يعني عارف دايما لو انا كواحد من مشجع جماهير نادي الزمالك هبقى عارف ان انا لو كسبت مباراه او كسبت بطوله بحط ايدي على قلبي بقول يا رب الماتش الجاي بس نكسبه. مش عارف ليه، يعني ليه ما عندهمش استمراريه في الاداء مع انك فريق بطل، فريق قوي، فريق يعني انت من احد كبار افريقيا، يعني انت قطب من قطبي الكره المصريه. المفروض يبقى عندك الاستمراريه والاداء والمستوى الثابت للعيبه، لكن انت لا عندك استمراريه ولا اداء. والله العظيم لو بتلاعب فريق قوي غير نهضه البركان في الكونفدراليه كان خدها منك، لكن انا مش فاهم. وكسبان ان هنا 1-0 بالعافيه في الكونفدراليه. خلصت الكونفدراليه جيت لعبت مودرن اتعادلت مع 1-1. الزمالك بينزل، الزمالك محتاج يلعب على المكسب في الدوري ويلعب على المكسب في البطولات المحليه، لانه محتاج على الاقل يشارك في الكونفدراليه السنه الجايه على الاقل. ده لو ما كانش طموح ان هو يشارك في دوري الابطال او ياخد الدوري، لان لسه بدري على الدوري على فكره، لسه بدري جدا. لكن انت كده عمال تخسر نقطتين في 3 نقط في نقطه في نقطة. عمال تخسر نقط هتيجي في الاخر خالص هتبص تلاقي نفسك ناهي رابع خامس سادس سابع. مش فاهم انا. فوق يا جماعه، لعيبه الزمالك لازم تفوق. محتاجين فريق نفس الاهلي، فريق يكون قوي، فريق يكون عنده جمهور. ربنا يكون في عون نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك، وتعادل بطعم الهزيمه بالنسبه لنادي الزمالك. فاستنونا في حلقه جامده جدا 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 في الفيديو القادم.